السلام عليكم مشاهدي الكرام. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال، ومبارك عواشركم ويدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال يا ربي. جيت بنيتي نخدم معكم واحد المطلوع بلدي بالدقيق ديال القمح ومقلي في الزيت، كيجي رائع ولذيذ وبنين. وجربوه وردوا عليا في لي كومونتير، وما تنساوناش بنياتي من الاشتراك والبارطاج. وشكرا جزيلا بنياتي، وما تنساوناش الله يرضي عليكم من الاشتراك، الله يرضي عليكم الاشتراك باش نبقاو نعطيكم دائما الجديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيت نقدم لكم بنيتي بالطبوط اولا مطلوع بلدي ديال الدار بالقمح ديال الدار. ها هو خديت 4 زلايف بحال هادو، 4 زلايف ديال القمح ها هو الكامل، وخديت وحده ديال الفورس وعجنته. كتعرفوا كلكم كتعرفوا العجينه، وعجنته بنتي وخديت دابا خمر. دابا غنبطو هكا، نهبطو هكا باش نبدا نقرص فيه، نخوي من الهواء، من داك الهواء اللي فيه الداخل، وناخذ نبدا نقرص بنياتي. غنقرصو معكم ونطيبو معكم بنياتي. ها هو بحال هكا. ناخذ هذا السلح القمح بحال هكا، كناخذ بنتي العجينه ديالي كنجمع هاك، ما ندلكاش في ما نمعكاش في القمح، غير هكا نجمعها وهكا ندير نقرصها بحال هكا ونخليها هنا تتسخن. نحطها تتسخن، نجيب وحده اخرى عاوتاني بحال هكا، ما ندلكوش ما والو، غير نجمع نجمعو بحال هكا. دائما ندير يدي في الماء باش ما تلصقليش العجينه في يدي، ونكور هكا نجمع هكا، ندير هذا تا هو لتحت، ندير فيه الطحين باش ما يلصقش ليا بحال هكا، ونخليها حتى هي ترتاح. هكا نجمعو هكا، دائما نجمعو. والبطبوط ديالنا العجينه ديال المطلوع او البطبوط كتكون شويه قاصحه، زعما ماشي مرخيه، كتكون مجموعه بحال هكا. كناخذ حتى هي نديرها هنا تيترخى مزيان، تيعطينا يترخى واحد 10 دقائق، وعاود ناخذ نقرصو معكم ان شاء الله. هكا شتي هاد العجينه كتكون شويه شاده في راسها. نغطيه دابا واحد 10 دقائق حتى يترخى شويه، ونرجع نقرصو معكم ونطيبو ان شاء الله معكم. بعد ما ملي تيسخى ليا المطلوع اولا البطبوط كناخذ ونبدا نقرصو. مطلوع بالقمح بلدي رائع وصحي. ها هي قرصتها بنتي، هذه الثانيه ها هي حتى هي الثانيه حتى هي قرصتها. هذا هو بنتي المطلوع ديالنا بعد ما خمر. عطاني 6 البطبوطات، هنا وحده الفوق وحده لتحت، وهنا وحده الفوق وحده لتحت، عطاني 6 بنتي. دابا غناخذ ونبدا نطيب ان شاء الله، ونوريكم كيفاش غنطيبو ان شاء الله. انا بنتي دابا غندوز نطيب معكم هذا المطلوع اولا البطبوط كيسميوه كي بغيتو. دابا درت المقله تسخن، غندير شويه الزيت، شويه الزيت هكا. كناخذ البيضات ديالي بسم الله، كنحطها هكا بالزيت، كيجي غزال، كيجي زوين بالزيت، كيجي لذيذ، كيعجبني انا الزيت. نقلبو نحركو من تحت بحال هكا باش ما يلصقش. نقلبو قبل ما يدير هاد البواقات بزاف، نقلبو هكا
هاك هي بالطريقه بنتي. كناخد نقلبها باش طيب على الجهه الاخرى. شتي كتجي محمره، كتجي غزاله بالزيت، كيجي زوين بالزيت. انا ندير 3 بالزيت و3 ما نطيبهمش بالزيت، نطيبهم ناشفين. اللي بغى الزيت اللي فيه الزيت ياكل، اللي بغى العادي ياكل. تتحمر عاوتاني من التحت ونعاود نوريها لكم ان شاء الله بني. شفتها كتجي غزال، كتجي محمره بجوج جهات. شفتها كندير طبسيل في الورق هكا ديال الطبخ ديال الطبخ باش ما يعرقش لينا الطبخ. ها هي شفتها تيتقلى بالزيت مع القمح وتيجي غزال وتيجي لذيذ. كنقلبو قبل ما يدير داك البواقات باش ما يجيناش من هكا. كنقلبو هكا بعد ما طابت من التحت بنتي نقلبها. الزيت كي تيجينا تيجيها محمره وزوينه، المطلوع ديال الزيت كيجي زوين. كندير له هكا باش كيطيب مقاد، باش يتحمر مقاد. كتجي محمره من جوج جهات. شفتها كناخذها كنحطها مع هذا تيجي رائع. بنياتي نكمل دابا تنكمل كلشي ونرجع. هذا هو البطبوط ديالنا بنتي، اولا المطلوع ولا اللي بغيتو تسميوه. هانت شفتوه كيجي كله محمر وتيجي غزال. شوف تيجي رائع وصحي. قلت لكم غدا ندير 3 بالزيت و3 ناشفين، ولكن عجبني ديال الزيت وكملت بالزيت. كملتهم كلهم بالزيت تيجيو رائعين وغزالين. شوف هو بنتي هذا هو المطلوع ديالنا اولا البطبوط. الا عجبكم بنيتي الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الحباب وصحاب وتابوناو معنا في لاشين. وشكرا الحبابات، شكرا. والله راني عيانه شويه اليوم، ورغم داكشي والله الا تنسجل لكم باش ما نخليكمش بلا فيديو. ها هو هذا بنتي بالصحه والراحه.